هل الناس بتتولد بمرض نفسي ولا لأ، ولا مرض نفسي بيتكون بعد كده؟ احنا هنا بنتكلم على حاجة عريضة جدا، قماشة كبيرة جدا فيها تفاصيل. الأمراض النفسية كتير. احنا عندنا الكيس بتاع الأمراض النفسية في الانترناشونال كلاسيفيكيشن أو التصنيف الدولي للأمراض، يعني الأمراض النفسية من F0 لحد F9، فاضربي كل حاجة فيهم في 10، فانت عندك تقريبا 95 ل 100 مرض نفسي. فلو انت بتكلميني جملة عن ال100 مرض النفسي اللي نعرفهم او اكتر، يعني كلهم بنتولد بيهم ولا لا؟ الاجابة بالتأكيد لا. هناك امراض نفسية معينة اللي احنا بنسميها نيورو ديفلوبمنتال ديس اوردرز او الاضطرابات النمائية، ودي بتتشخص في الاطفال الصغيرين بقى زي الاوتيزم. هو بيتولد معروف انه اللي عنده اوتيزم او الذاتوية او التوحد بيتولد كده، لكن ما بتظهرش الاعراض بدري. انما مرض زي الانكزايتي او الاكتئاب، هل بتولد واتشخص ساعه ما اتولد انكزايتي او اكتئاب؟ لحد دلوقتي ده مش حاصل، مفيش كده. دي حاجات بتظهر بعدين في سنين عمر مختلفه، سواء في الطفوله او في المراهقه او في سنين الرشد او في سنين السينيوريتي بعد كده.